اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل مجسم واقعي جدا للريف المصري وتحديدا ريف المنصورة، المكان اللي اتربيت فيه. المشروع ده في خيالي من اول ما بدأت اتعلم الاعمال الفنية، يعني تقدروا تعتبروه مشروع احلامي. يلا نشوف هنعمله ازاي خطوة بخطوة. اول حاجة بدأت بقطعة من الخشب، هتكون القاعدة بتاعتنا مقاسها 35 في 45 سنتي. رسمت عليها من الناحية التانية رسم كروكي كده للمشروع، هيكون في النص طريق، وفي الناحية اليمين مجرى مائي يعني ترعة، والناحية التانية هيكون الأرض الزراعية. طبعا بحب استخدم الخشب عشان يحافظ على الاعمال الفنيه لفتره طويله ما يحصلهاش اي مشاكل. بعد كده هستخدم الفلين الابيض، انتوا عارفينه طبعا كلكم. استخدمته سمك 5 سنتي. بعد كده قطعت حته على قد الخشبه، وبعدين هرسم عليها الجزء بتاع المجرى المائي. هقطع الجزء ده بالمشرط، مش لازم نقطع للاخر، بس مجرد ان انا بضغط كده بالمشرط للنص، وبعد كده بضغط عليها بايدي بتتكسر معانا بسهوله. هثبتها بقى في الأرضية، وهستخدم طريقتين في التثبيت أو نوعين من اللزق، يعني الغير الأبيض قوية جدا بس بتاخد وقت على ما تنشف. عشان كده هثبتها كمان من الطروف بالشمع، حتت بس شمع بسيطة، مجرد إن هي بتمسكها في الأرضية بسرعة لحد ما الغير الأبيض تنشف ويكون اللزق قوي جدا. هكمل الناحية التانية بالفلين الأبيض، بس ما كانش عندي نفس المقاس، فهقطع حتت من مقاس سمك 2 سنتي. هكمل بيها كده وأحطها طبقات على بعض لحد ما أوصل للارتفاع التاني. حطيت طبقتين وكان برضو لسه في فرق، فلقيت حتة فلين تانية عندي برضو مناسبة للحجم ده، لزقتها بنفس الطريقة. وزي ما انتم شايفين كده رسمت عليها برضو الناحية التانية مكان الأرض الزراعية، وهقطع والزقها مكانها. كده هيكون عندنا الترعة منخفضة خالص، والأرض الطريق مرتفع، والأرض الزراعية أقل منه شوية صغيرين. طبعا مفيش بقى الحدود اللي هي بتكون زوايا قايمة بالمنظر ده، فعشان كده هستخدم المشرط وأبدأ إن أنا أديلها كيرف كده شوية. بنقطع طبعا بشكل عشوائي عشان نديلها شكل طبيعي. الفوم ده ضعيف قوي، حتى ان احنا ممكن نقطعه بصوابعنا. طبعا هو ميزته ان هو وزنه خفيف خالص، فبيخفف العمل الفني في الاخر. بعد كده هنضفه بالمكنسة، ودي امتع لحظة في الشغل بالفلين الابيض. الناحية التانية برضو عملت كيرف خفيف كده خالص، عشان يكون ده الشكل لحد دلوقتي. زي ما انتم شايفين عملت حفرة كده جنب الطريق، هعرفكم ليه بعد شوية. بعد كده مكملين مع الفلين، هقطع مستطيلات، وبعد كده هقطعها من الجنبين كده عشان تاخد شكل هرمي. عملتها لحد ما بقى شكلها بالمنظر ده، وعملت كمان قطع أصغر شوية في الحجم. بعد كده هاخد قطعة وأثبتها على الطرف بتاع الأرض الزراعية، وده بيسموه الجسر. بيكون مكان كده محاوط الأرض الزراعية، والجزء اللي جنبه اللي هو اللي أنا حفرته ده هيكون مجرى مائي. بيكون مجرى مائي صغير كده، اللي يعرف اسمه يقول لنا الاسم بتاعه في الكومنتات. بعد كده هستخدم القطعة الأصغر وأعمل بيها الخطوط بتاعة الأرض الزراعية. طبعا مش كل الأراضي بتكون مخططة، على حسب نوع الزرع نفسه يعني. هحطها جنب بعضها كده وألزقها. بعد كده هعمق الأجزاء اللي موجودة ما بين الخطوط دي عشان شكلها يكون طبيعي أكتر. كل الفكرة إن أنا باجي بالمشرط بالشكل ده، وبقطع حتة من هنا وحتة من هنا عشان أعمق الشقوق. أما الأجزاء اللي مش قادر أوصل لها، هستخدم الأداة دي من النحت، وهنحتها كده في الفوم بسهولة جدا. بعد كده هعمل بقى حروف من الخشب للديراما. هستخدم حتة من الكرتون أو الواح الفوم زي ما أنا بستخدم دلوقتي، وأعلم بالقلم على الحرف بتاع الديراما بالظبط. هعمل كده من كل النواحي. بعد كده هقطع الجزء ده وهستخدمه كنموذج عشان أقطع على خشب أبلكاش 3 مللي. قطعت الخشب بقى عندي الاشكال اللي زي ما انتم شايفين كده، وبعدين عملت فيها فتحات كده عشان اثبتها. هنثبتها بالطريقه دي، هحط غلاء ابيض على الجزء الخشب اللي تحت. بعد كده هحطها في مكانها بالظبط، وهستخدم المسامير، والمسامير دي كويسه قوي عشان بتثبتها لي بسرعه لحد ما الغلا تنشف. بعد كده بالدريل او باي مفك يدوي هثبتها، وهعمل كده في كل النواحي. طبعا زي ما قلت لكم الخشب ده بيحافظ على الديورama سنين. زي ما انتم شايفين بعد ما ثبتها هتلاقوا فيه فروقات كده موجوده. طبعا احنا بنقطع بايدينا يعني مش بادوات احترافيه ولا حاجه، فطبيعي تلاقوا فروقات زي كده. هنسد الفتحات دي، استخدم الغير الابيض، وبعد كده بقى هنحشر فيها اي حاجه من القطع من الفلين او الواح الفوم
الأبيض ده أو حتى ورق أو أيًا كان يعني. بعد كده بقى هنبدأ تحويل الديارمة للشكل الطبيعي، هنعمل صوص أنا مسميه صوص الطين، المقادير بتاعته معجون خشب جاهز، هاحط منه شوية، إحنا هنحتاج طبعًا كمية كبيرة عشان نغطي الديارمة كلها. بعد كده هنحط عليه شوية غير أبيض، وبعدين هنحط عليهم شوية تراب ناعم، ده تراب أنا حاطه في مصفى أو غربال عشان يبقى ناعم، هاحط شوية منه، وبعد كده هنضيف أي لون، مش لازم لون معين يعني أي لون عشان نغطي الأبيض ده. بعد كده هاقلب كويس لحد ما يطلع عندنا القوام بالمنظر ده. هاستخدمه واغطي بقى الفلين الأبيض، طبعًا الفلين كويس بس هو ضعيف ما ينفعش إن إحنا نشتغل عليه على طول، وطبعًا بيدوب من أغلب أنواع اللزق اللي موجودة والريزن والحاجات دي، فلازم نغطيه. هنغطي كده كل الأماكن، ولازم نركز على الجزء اللي تحت ده بالذات لأنه هيكون متصل بالريزن، والريزن هيدوب الفوم ده في لمح البصر، فلازم المنطقة اللي تحت دي نتأكد إن ما فيهاش أي شقوق. هنقفل كمان الشقوق اللي ما بين الخشب. والصوص للأسف خلص قبل ما أعمل الديارمة كلها، فهضطر أعمل شوية تانيين. بعد كده هغطي الجزء الخلفي كمان. الجزء ده كان مزنوق شوية فاستخدمت صبعي، وده برضو من الحاجات الممتعة أوي، يعني لازم الواحد يلغوص كده بإيده شوية. أما جزء الخطوط بتاعة الأرض فلقيت أسهل طريقة إن أنا أدهنها بالفرشة. المعجون ده بيقفل كل الشوي اللي موجودة، هنسيبه بقى ينشف، خد له حوالي 18 ساعة على ما نشف. وزي ما قلت لكم كده الأماكن اللي هيكون فيها مية اللي فيها ريزن يعني لازم ما يكونش فيها أي شقوق، لو شقاية تبقوا حطوا فيها شوية معجون تاني وسيبوها تنشف. بعد كده صنفرت صنفرة خفيفة، دي صنفرة بتاعت خشب، لففها أنا على خشبة كده مستطيلة بسوي بيها الحروف لو فيها زيادات ولا حاجة. وفي اللحظة دي كان مناسب إن أنا أشيل المسامير، كل حاجة نشفت. هشيل كل المسامير، وطبعا الفتحات بتاعتها دي هنسدها بعد كده بالمعجون بس قدام شوية. هنبدأ بقى في الخطوات بتاعة تحويل الديارمة للشكل الطبيعي. هستخدم غير أبيض متخفف شوية صغيرين كده بالمية، بعد كده هدهن بيه الأرضية بتاعة الديارمة. ممكن نكبه كده وبعدين نستخدم فرشة تكون عريضة شوية هتختصر معانا في الوقت، بس أنا بحب الخطوات الحيوية وبحب أشتغل بحاجات صغيرة. بعد كده هنجيب التراب الناعم، ولازم أول طبقة تكون تراب ناعم، حطيته في غطا علبة سبراي، هي غطا بلاستيك، وبعدين هستخدم أي قماشة كده مخرمة زي دي، ممكن تستخدموا شراب نايلون. طبعا القماشة دي هتساعدنا في توزيع التراب بشكل ناعم، وفي نفس الوقت لو في حصى صغير أو حاجة مش هينزل. هوزع التراب على الطريق وكمان على الشط بتاع الترعة، وطبعا وأنا بستخدم أي حاجة فيها تراب أو نشارة خشب أو غيره لازم أكون لابس الماسك ده بيحميني طبعا من الحساسية بتاعة الجيوب الأنفية ومشاكل بعد كده في الصدر، أقصد يعني لو متاح عندكم تلبسوه أو حتى كمامة يعني. بعد ما خلصت الطبقة الأولى هستخدم الحصى الصغير ده هحطه على الجنبين بتاع الطريق، عادة يعني الطرق بيكون فيها الحصى أو الأجزاء اللي هي الخارجية دي بتكون خشنة شوية وفيها حصى، أما الجزء اللي بتمشي عليه العربيات دايما بيكون تراب ناعم. قبل ما أثبت بقى الطبقات دي كلها ببعض هشيل التراب اللي نزل على الأرضية بتاعة الترع مش محتاجينه. بعد كده هستخدم دول شوية مية محطوط فيهم كحول، وممكن نستخدم مكانه نقطتين من الصابون السائل، الصابون الفري بتاع الغسيل عادي. بعد كده هسقسق الأرضية كلها، ده بيكسر التوتر السطحي بتاع التراب وبيخلي المية تخترق كل الطبقات. بعد كده هستخدم غيرة أبيض متخفف بالمية بنسبة 3 غيرة إلى 1 مية وعليهم نقطة صابون سائل أو كحول، برضه هسقسق التراب ده كله اللي احنا عملناه. وطبعا الغيرة دي أما بتنشف بتكون اخترقت كل الطبقات وبتخليها كأنها طبقة واحدة وبتكون قوية جدا. هغطي كل الأماكن، والأماكن اللي هي الواطية اللي اتجمع فيها الغيرة الأبيض ممكن ننشف كده جزء منه بمنديل عشان يعني يسرع عملية الجفاف. الموضوع ده بياخد حوالي يمكن ساعتين أو 3 في مكان جيد التهوية عشان تنشف تماما. هنضف كده الديارمة وأروق عليها، وبالمرة قلت أقفل الفتحات بتاعة المسامير بمعجون عشان كله ينشف بقى مع بعض.
بعد 3 ساعات ده كان شكلها نشفت وبقت كل الطبقات متماسكة. بعد كده هنبدأ نحط الحشائش. هستخدم جهاز الحشائش البسيط خالص اللي صنعناه في الفيديو اللي فات، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو مكان ما بشاور كده، اتفرجوا عليه. وكمان هستخدم الحشائش، حشائش مختلفة الطول 4 مللي و6 مللي بدرجات ألوان مختلفة. طبعا احنا صنعنا برضو قبل كده الحشائش في البيت والنجيلة، هحط لكم برضو اللينك بتاع الفيديو في الجنب. بعد كده هوزع غيرة أبيض مش متخفف، ويعني يفضل نستخدم نوع غيرة يكون نظيف عشان يطلع اللون بتاعه شفاف في الآخر. هوزعه بشكل عشوائي كده عشان طبعا النجيلة بتطلع بشكل عشوائي يعني في الطبيعة. بعد كده هستخدم الجهاز زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، استخدمه واعمل طبقة او 2 لحد ما اوصل للكثافة المطلوبة. بعدها بخلص بقلب الديوراما كده وانزل الغيرة اللي موجودة دي على الارض عشان المها واستخدمها تاني. طبعا يفضل ان انتوا تفرشوا حاجة على الارض عشان الغيرة دي، عشان النجيلة دي ما تضيعش منكم، بس انا كنت مكسل الحقيقة. بعد كده بعدل الاتجاه بتاع النجيلة عشان يبقى شكلها طبيعي، والنجيلة اللي فوق بضغط عليها كده على اساس ان هي يكون فيها حتت واقفة وحتت نايمة، كأن يعني في ناس ماشية عليها وكده، ما تبقاش شكل السجادة. هكمل بقى باقي الاماكن بنفس الطريقه. طبعا انا قلت لكم ان انا هصنع لكم جهاز الحشائش الاحترافي، بس حبيت ان انا اعمل بالجهاز البسيط ده الاول مشروع عشان اوريكم قد ايه هو كفاءه يعني. بعد كده كنت عاوز اعمل نجيله اطول شويه في على الجسر، بيكون طبعا جنب الميه وكده، فدايما النجيله بتكون فيه طويله. هستخدم الهير سبراي مثبت الشعر، واستخدمت حته ورقه كده عشان السبراي ما يروحش في مكان غير اللي انا عاوزه. بعد كده رشيته بسرعه قبل ما ينشف، استخدمت الجهاز تاني وعملت طبقه تانية على الجسر بس. هتشوفوا شكل الحشائش بقت أطول وكثافتها كبيرة. بالنسبة بقى للأرض الزراعية هستخدم حشائش الطول بتاعها 2 مللي بس، وهستخدم فرشة صغيرة وأحط الغيرة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على القمة بتاعة الخطوط. عاوز أعملها على أساس إن يكون في زرع كده لسه منبت يعني وصغير، يكون شكله مختلف عن باقي الحشائش اللي موجودة. بعد ما خلصت ده كان شكله. كمان هستخدم نباتات طبيعية مجففة اشتريتها من علي اكسبريس الموقع الصيني، هوريكم شكلها دلوقتي أول مرة استخدمها. دي نباتات طبيعية مجففة شكلها حلو قوي، ولقيت أحجامها صغيرة هتنفع معانا يعني في الديوراما، فقلت أجيبها وأجربها. شايفين بألوان وأشكال مختلفة، وطبعا هستخدم بس منها الأجزاء الصغيرة. أول حاجة هستخدمها النبات ده شكل الغاب. الغاب ده موجود مشهور في أماكن كتيرة في مصر، هتلاقوه على الضفاف بتاعة الأنهار والترع. لقيت شكله مناسب فقلت أستخدمه. عشان يكون ثابت في الأرضية كويس هستخدم الهاند دريل ده، وبعد كده بعمل فتحات صغيرة خالص. طبعا الفتحات هنا بتتعمل بسهولة أوي، هي يا دوب طبقة معجون وتحتها فلين أبيض، فالموضوع سهل. بعد كده بحط نقطة من الغرة على النبات وبغرزه كده في مكان الحفرة اللي عملناها. هستخدم بقى أنواع مختلفة من النباتات دي، بحطها كده بشكل، طبعا الحاجات دي على حسب الذوق يعني. كمان استخدمت النبات ده بشكل مختلف، هحطه على أساس إنه يكون كده في المية. كمان هضيف ورد ملون في بعض الأماكن عشان يعني ما يكونش كل حاجة لونها أخضر. وبالمناسبة يعني لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك دلوقتي حالا. حابب برضه أقول لكم إن الديوراما ده وإن كان نتيجتها مبهرة لكنه من أسهل أنواع الأعمال الفنية، ومن مشروعين 3 بس أي حد يقدر يحترفه لو مشي بالخطوات دي، مجرد بس إن يكون عنده الخامات المناسبة. بعد كده هستخدم هاند دريل يكون أكبر شوية، وهوسع الفتحة كده، وبعدين هستخدم الشجرة دي. طبعا احنا صنعنا شجر كتير على القناة لحد دلوقتي 4 شجرات. هسيب لكم لينك الفيديو بتاع الشجرة اللي زي دي، أنا مثبت فيها من تحت حتة من شماعة معدن. بعد كده هدهنها بالغير الأبيض وهثبتها في الفتحة اللي احنا عملناها دي. وعشان تندمج بقى أكتر مع الجزء اللي حواليها هستخدم نفس الغيرة المخففة اللي استخدمناها قبل كده، وهسقسق المنطقة حواليها، وعلى طرف معلقة كده هحط شوية تراب وأوزعهم، وبعدين هسقسقهم تاني بالغير الأبيض وأسيبهم ينشفوا. قبل ما نعمل بقى الريزن محتاجين نلون الأرضية بتاعت الدرع. هستخدم ألوان أخضر وبني وأسود، مضاف عليهم غير أبيض برضو عشان تقفل المسام بتاعت كل حاجة تحتها. هستخدمهم بطريقة اسمها الويت بليندنج، يعني هستخدم اللون طري كده على طري،
هستخدم اللون الأخضر في الطروف اللي بره، وكل ما أنا طالع بره بغمق. ده بيدينا إحساس بالعمق، إن الجزء اللي بره ده بيكون أعمق شوية. بعد كده هستخدم حتت من الفوم الأبيض. الواحد الفوم قطعها بعرض 3 سنتي. بعدين هحط على الطبقة اللي هتكون ناحية الريزن من جوه اللزق الشفاف ده عشان تحمي الفوم، لأن الريزن ممكن يدوبه. طبعا الواحد الفوم عليها طبقة كده من الورق، مش هيدوب ولا حاجة، بس زيادة في التأكيد. بعد كده هستخدم الشمع، ولازم يكون مسدس الشمع سخن جدا، والشمع يكون سايل خالص. وعلى طول كده بسرعة هحط الجزء بتاع الواحد فوم، هضغط كويس. طبعا الشمع السخن جدا ده بيتفرد بقى ما بضغط عليه كده وبيقفل كل الفتحات. هكمل برضو الناحية التانية وهقطع الزيادات. هقفل كمان الأجزاء اللي هي في المجرى المائي الصغير. وفي خطوة مهمة قوي، بعد ما الشمع بينشف برجع أكد عليه تاني من تحت بطبقة شمع سميكة، بحطها واسيبها تنشف عشان أنا مش عاوز أي فتحات ولا أي مخاطرة عشان الريزن. بعد كده هستخدم بقى الريزن، عندي نوع كويس قوي شغال بيبقى لي فترة وما عملش معايا أي مشاكل. طبعا كل ريزن بيتخلط بنسب مختلفة على حسب النوع اللي عندكم. أنا عندي هنا بيتخلط بنسبة 3 إلى 2 بالجرامات. حسبتها لقيت ان انا هحتاج حوالي 300 مللي للديورامة كلها. بعد كده هحط اللون اخضر، لو عندكم كمان لون بني ضيفوا منه نقطة او نقطتين عشان يدينا الشكل بتاع المية المعكرة. اهم حاجة في الالوان دي نضيف نقطة بنقطة، عشان الالوان دي الصبغة بتاعتها قوية او ممكن تضيع الشفافية بتاعت الريزين بسرعة. حطيت اول حاجة 3 نقط كده، وبعدين زي ما انتم شايفين لسه الريزين شفاف خالص. لو حبينا ان احنا نزود الوان بعد كده نزودها بسهولة. بعدين هبدأ اصب الريزين في الترعة لحد المستوى اللي انا عاوزه. طبعا صب الريزن ده من امتع الحاجات في الاعمال الفنيه بشكل عام، وبيدي احساس جميل قوي، مش عارف ايه السبب الحقيقه. بعد كده هحط فيه المجرى المائي، ونحاول ان احنا ناخد بالنا عشان ما نوقعش على الزرع حواليه، عشان ما يبقاش بيلمع وشكله ما يبقاش طبيعي. بعد كده الجزء بتاع الارض الزراعيه، كنت عاوز بس احساس ان الارض مبلوله، فحطيت شويه ريزن صغيرين وبدات اعملهم بالفرشه. طبعا هنا مش محتاجين سد ولا حاجة، لأن الريزن مجرد إن احنا بندهن بيه الأرضية، ولما ينشف هيدينا شكل الأرض المبلولة. هتشوفوا في النتيجة النهائية. واسمحوا لي في اللحظة دي أقدم لكم بطلة الفيديو بتاع النهاردة. البقرة دي أنا شاريها من علي إكسبريس، شكلها طبيعي وحلو قوي. طبعا أنا على أساس الحجم بتاعها بقى حسبت الحجم بتاع الديوراما وحسبت الحجم بتاع كل حاجة. رسمت النموذج ده للعربية الكارو، عربية بحمار، معرفش عندكم اسمها ايه، كل واحد يقول لي في الكومنتات. عملت الحجم طبعا بحيث انه يبقى متناسب مع حجم البقرة. بعد كده هنبدأ نعمل العربية. استخدمت حتة من الخشب مربع كده حوالي سنتي في سنتي. بعد كده باستخدام النموذج هعلم الطول بتاع العرقين الخشب دول، بيسموهم العريش. هعملهم بحيث ان هم يكونوا اطول من العربية حاجة بسيطة. وبعدين هقطع بالمنشار، انا ماسكه هنا في فوطة عشان الايد بتاعته اتكسرت، متاخدوش في بالكم يعني. بعد كده عملت قطعتين. وطبعا الحواف اللي هي الحادة دي ما بتكونش كده في الطبيعة، لازم بتكون شكل دائري شوية. عشان كده هستخدم صنفرة، وطبعا لو في ميني كرافت او دريمل او اي حاجة زي كده هتوفر علينا. هوريكم بس بعملها ازاي بسرعة، وهكمل بقى على السطح او حاجة عشان النشارة هتبهدل الدنيا. ده كان شكلهم بعد ما خلصتهم. من قدام هتلاقوا ارفع شوية، والحواف بتاعته بقى شكلها دائري. وبعد كده صنفرته صنفرة خفيفة عشان يبقى شكله انعم. وكمان هستخدم انواع مختلفة من الخشب بتاع خوافض اللسان وبتاع عصيان القهوة والحاجات اللي زي كده، بستخدمه كتير في فيديوهاتي. هستخدم النموذج واقطع حتت على قد العرض بتاع العربية اللي انا رسمتها. زي ما انتم شايفين كده بقطعها، وما بسويش الطروف قوي لان الحاجات دي بتتصنع يدوي يعني بالمتاح من الخشب. عشان كده اصلا هستخدم انواع مختلفة في العرض من الخشب. بعد كده حطيت العريش مكانه على حسب النموذج، على اسم مدينة العريش. وبعدين ثبت اول قطعة بالسوبر جلو بس عشان تثبت بسرعة. بعد كده هستخدم الغيار الابيض. هرجع واقول ان الغيار الابيض اقوى كتير جدا، وهتخلي النموذج بتاعنا قوي ويستحمل. بعد كده هحط الخشب جنب بعضه، شوية عريض وشوية رفيع بشكل عشوائي. وزي ما انتم شايفين انا مكسر حتت في الخشب كده، عشان عادة بيكون في خرام وبتكون العربيات دي مستخدمة يعني، وزي ما قلت لكم خشب قديم. كمان هستخدم قطعة خشب من بتاعة عصيان القهوة، هي شكلها من جنب دائري، وقصة الحتة التانية برضه عاوزها دائرية. هستخدم المبرد ده، وبعد كده هنحتها لحد ما يبقى شكلها دائري.
وبعدين هلزقها قدام بحيث ان يكون في مسافة حوالي 1 سنتي كده عن جسم العربية الاساسي. بعد كده قطعت حتة الخشب دي ويا ريتني ما قطعتها. حاولت اثبتها بايدي اول مرة وقعت، حاولت تاني وقعت، تاني. بعد ما فرحت وقعت اهي. بعد كده قلت اثبتها بقى بالبنسة، وقعت تالت وبعدين رابع. قلت بقى الملقط هيظبط الامور. زي ما انتم شايفين ده جزء من المعاناة اللي بتحصل. اخيرا بعد محاولات مضنية ربنا كرم وقدرت اثبتها مكانها. طبعا اثبتها بنقطة من السوبر جلو. هعمل بقى واحدة تانية في الناحية التانية للأسف، وطبعا مش هصورها وانتوا عارفين إيه السبب. بعد كده بعصيان القهوة برضو عملت حرفين كده للعربية، ومن قدام برضو حطيت حتة، اما من ورا لأ. ما تسألونيش ليه، هي شكلها كده، انا فاكر يعني من الذاكرة ان كان شكلها كده. بعدين هستخدم حتة خشبة احطها تحت عشان نثبت عليها العجلات. قطعت الخشبة دي وثبتها وحطيت عليها حتة كمان فوقيها. هنثبت بسوبر جلو او غير ابيض. بعدين جبت العربية الجامبو الحلوة دي، عربية لعبة بتاعت اطفال. هستخدم العجل بتاعها، هو العجل شكله مش مناسب، تحس انه بتاع عربية 4x4، ودي طبعا عربية كارو، بس يعني هو ده الحجم الوحيد اللي لقيته مناسب وده كان شكله. بعد كده هنقصها بقى زي ما قلت لكم بمشرط او ميني كرافت او ايا كان يعني. بعدين هنخلع العجل من مكانه. وكمان استخدمت حتة البلاستيك اللي متثبت فيها، اللي متثبتة في العربية الأصلية، طبعا عشان العجل بتاعنا يتحرك. قلت أجرب كده الأول. جيت بحطهم لقيت العجل حايش في العربية، عشان كده هضطر أقطع حتتين الخشب دول. أنا مش عارف أصلا أنا كنت مزودهم ليه في الأول. قطعتهم واكتشفت إن هحتاج كمان حتة خشب فوقهم عشان العجل بتاع العربية ما يخش كده في الجسم بتاع العربية الأصلي. بعد كده هنركبها ونجرب. كل حاجة ماشية تمام، واسمحوا لي ألعب بالعربية شوية. المشروع ده في خيالي من زمان وأنا مبسوط بيها جدا. بعد كده فكيت العجل عشان ألون. هستخدم لون أكريليك رمادي مضاف عليه غير أبيض، طبقة أولى. طبعا الطبقة الأولى دي هنغطي بيها كل مكان في العربية ونسيبها تنشف. بعد كده هستخدم لون بني فاتح ومضاف عليه شوية رمادي عشان يكسروا اللون. هضيف طبقة خفيفة كده. هو عادة الخشب ده بيكون لونه بني على رمادي كده مع الاستخدام، وبيكون شكله قديم جدا. بعد كده فتحت اللون البني اللي استخدمته باللون أبيض، وهعمل تشبيحة كده عشان تدينا إحساس الخشب القديم. ده شكل العربية لحد دلوقتي. كمان العجل مش هينفع ان احنا نسيبه كده طالع جديد من المصنع، فهستخدم برضو درجات البني المختلفة دي وهبدأ اوسخه كده. طبعا العجل بيكون مستخدم عليه تراب وغبار وحاجات زي كده، واساسا هو بيستخدمه عجل قديم بتاع عربيات كاوتشات قديمة يعني وكده. بعد ما خلصت ركبت العجل مكانه ولعبت بالعربية كمان شوية، معلش استحملوني. بعد كده جبت حتة ورقة ولونتها بلون اسود من الطرفين. هقطع منها شريط وهتعرفوا ليه دلوقتي. هستخدم لون فضي ميتاليك، وبعدين اعمل عليه تشبيحة كده على اللون الاسود عشان يدينا الشكل بتاع الحديد القديم. هستخدم الشريط ده والزقه على العريش من قدام، بيكون في حتة خشب كده متعلق بيها او متثبت فيها الخطاف اللي بيعلقوا فيه الحمار. انا يعني بحاول اعيشكم في الاجواء. هعمل طبعا الناحيتين، وكمان لونت حتتين من الخشب بنفس الطريقة اللي فاتت، وهثبتهم ورا في العربية. دول بيكونوا محطوطين كده زيادة في الثبات، وطبعا بيبقى فيه درج كده للعربية دي، بس الحقيقة أنا كسلت بقى خلاص، شغال في المشروع بقالي أسبوع. هثبتهم مكانهم بالسوبر جلو. طبعا العربية مش هتنفع كده، بس لازم تكون مطربة، عشان كده هستخدم الصبغة بتاعة القماش دي بلون بني، هي عاملة زي التراب كده. هحط شوية على فرشة تكون مفرودة، وبعد كده هحط في الزوايا. ده هيدينا انطباع إن العربية عليها غبار. وبرضه هستخدمه على العجل. طبعا العجل بالذات بيبقى متركز عليه الجزء ده هو اللي ماشي في الارض. زي ما انتم شايفين الفرق بين العجله اللي حطينا عليها والعجله التانية، الفرق كبير. بس طبعا اللون البني ما كانش كفايه، عندي الالوان الابيض والاصفر والبني. هستخدمهم واخلط شويه من الابيض على الاصفر، وبعد كده هضيف عليهم شويه بني، وهقلبهم كويس، واحاول كده اوصل لدرجه تكون زي اللون بتاع الرمل كده او الغبار. اللون ده احسن كتير.
هستخدمه بنفس الطريقة اللي فاتت، وبرضه هركز على العجلات وعلى الزوايا بس اللي موجودة في العربية. طبعا التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق في جودة العمل الفني في الآخر، عشان ده يكون شكل العربية في الآخر. وبرضه زي ما انتوا عارفين هلعب بيها كمان شوية. في الوقت ده كان عدى حوالي 26 ساعة كاملين، والحمد لله الريزم بتاعنا ما سربش والدنيا مشيت زي الفل. هشيل بقى الحواجز اللي كانت موجودة دي، وشيلتها ما كانتش سهلة، أنا الحقيقة برشمها على الآخر بالشمع، بس ده طبعا أحسن. هشيل كل حاجة، وفي شوية شمع كده سخيف لزق في الخشب، هشيله برضو كده ما سيبوش خالص عشان شكل الفينش النهائي يبقى كويس. عادة الريزن لما بينشف بيعمل حرف كده مرتفع في المكان اللي كان لازق فيه على الطرف يعني من بره، فده هنشيله بالمشرط كده بالراحة. شكله ما بيكونش حلو فلازم نشيله. بعد كده بقى هعمل التموجات الصغيرة اللي بتكون موجودة في الترع والأنهار. هستخدم البود بودج جلوس، ده عامل زي الغير الأبيض، بس طبعا نوع أحسن شوية، بينشف شفاف تماما وفي نفس الوقت بيلمع. ده هحط منه طبقة من يعني سميكة إلى حد ما. وبعد كده هستخدم الشاليمو وأبدأ أنفخ فيه، أنفخ وأنفخ وأنفخ. طبعا ده بيدينا شكل تموجات تقريبا طبيعية جدا، كأن بالظبط الهواء بيلامس المية. وما تقلقوش طبعا الطبقة دي هتنشف شفافة زي ما قلت لكم، وده الغيرة دي بتحافظ على القوام بتاعها شوية. فكل الحاجات المرتفعة عن الأرض دي في الآخر هتبان على أساس إن هي تموجات. والجزئية دي أنا بحبها أوي في صناعة الضارة، الجزء ده بالذات. خدت حوالي 4 أو 5 ساعات لحد ما نشفت تماما، وزي ما انتوا شايفين مع الإضاءة كده هتلاقوا فيه تموجات باينة على المية اهي. باقيلنا بس إن احنا نلون الحرف بتاع الديوراما باللون الأسود، ونضيف بقى العربية الكارو اللي احنا عملناها والبقرة في مكان مناسب، وكده نكون خلصنا الفيديو. اللي عجبه الفيديو ما ينساش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وتتفرجوا على المحتوى القديم إن شاء الله يعجبكم. اعملوا شير مع أصحابكم اللي بيحبوا يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. واسيبكم مع النتيجة النهائية، استمتعوا بالصوت الطبيعي واللقطات في ضوء الشمس. سلام.